يريف الباز الشخصية البارزة، يهودي مغربي من أصول مغربية، الحامل للجنسية الأمريكية، الملياردير، حيث يعتبر من كبار رجال الأعمال المؤثرين في اللوبي اليهودي بالولايات المتحدة الأمريكية. وحسب عدة منابر إعلامية فهو يرتبط ببلده الأم المغرب وعلى استمرار، وعلى هذا الأساس أقام حفل زفاف بمدينة مراكش موطنه الأصلي، عرس أسطوري دعا إليه عددا كبيرا من أفراد عائلات رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين، مثل هيلاري وبيل كلينتون وباراك أوباما وزوجته، ومجموعة كبيرة من مشاهير عالم السينما والمال والأعمال، وشخصيات كبيرة فاقت 500 شخصية لحضور هذا الحرس الأسطوري. ويعتبر هذا حدث كبير اقتصاديا وسياسيا وعلى جميع المستويات، بحكم أن مدينة النخيل مراكش تستقطب عددا هائلا من المشاهير والفنانين والضيوف الأجانب، واعتبار أن المغرب حباه الله بموقع استراتيجي هام ممتد من طنجة إلى القويرة حدودا مع موريتانيا، وهو يتوسط القارات ومطل على بحرين مهمين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وقد نوه طاقم المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية بهذا الانفتاح والتسامح والتلاحم. وفيما يلي ستتابعون حوارا مع ابن عمه المتوفي سابقا، وهو في كلمة للمغرب والمغاربة وعلى رأسهم ملك البلاد محمد السادس. وهذا الاسم الغني عن التعريف، وهو كذلك يهودي الأصل ولكنه مغربي، جوزيف الباز. إذا معنا الأستاذ جوزيف الباز غادي يعطينا واحد الكلمة على الصحراء المغربية باللغة العبرية. تفضل. نعم. كان الفضل باسمه وولده سيدري باز استرفاع الصحراء المغربية لوطنها الحر النوتين في الشعار بلاخي إمسانالا بسيخي ملكوتو ملكوت كون عالمي النوتين بيام داري وبين حسيمي كيبا ويشمو في صو في قنتين في رومين في عميني بعد اللي بعده لأضونين وعميني سيدي محمد سيدي اسمه له اكبنو سيدي مولي الحسن اسمه له اكبتو دلا خديجة اسمه له اتأحب سيدي مولي رشيد ولا مشفاع علوية الشمس مريم كيم الله يمشي واشرب أنا إن نعرفنا بسيدي محمد سيدي. من هذه الكلمة عاش الملك وعاش الملك وعاش الملك الله وفق الملك. هذه الكلمة يعني كانت مرفوعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باللغة العبرية. تحياتنا وإلى اللقاء. كان معكم
محمد قصار عن المنتدى الوطني. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.